أهلا وسهلا. موضوع اليوم هو عن الرجاء، عنونته بما يلي: هل فك حسبان حبل الأزمة التي تهدد الرجاء أم ربح مباراة أمام خصم ضعيف ليس أكثر؟ حضرت أمس ندوة حسبان. ماذا أقول؟ أقول لن أردد خطابات السيد سعيد حسبان رئيس نادي الرجاء التي تابعها كثير من المغاربة أمس، لأن فحواها وصل إلى جميع المعنيين بالنسبة للرجاء ولغير الرجاء، غير أنني سأتعرض لما نسيه السيد حسبان. شحال دازت على انتخاب حسبان؟ ما كاينش عام، يونيو 16 يونيو 17، يعني ما دازش الوقت، ماشي هذه سنوات. هاد الناس اللي عرضوا حسبان خلال هاد السنه، علاش ما زادوش ينافسوا حسبان في الرئاسه؟ وعلاش ما جابوش مكاتب وترأسوها بحال اللي جاب حسبان المكتب ديالو؟ الجواب شنو هو؟ الجواب بسيط: لأن هؤلاء كانوا يعلمون الخسائر والرزايا التي سيتركها سلفه، وهو لا يعلم بذلك، واعتقدوا بأنه سيفشل وسيسقط وستبقى الرجاء لأي شخص كيفما كان. هذا هو. علاش الآن كيعرضوا وما جاوش ينافسوه؟ نتمنى نتلقاو أجوبة. السي حسبان كان البارح كيوزع صكوك الإدانة وليس صكوك الاتهام، وهذا الشيء اللي كيعجبني الإنسان هو الوضوح. كيفاش؟ أفاض في الاتهام، لكن ما قاله كان مناسبا للمكان، حيث تشبث بالأخطاء التي ينسبها إلى أصحابها، ويتشبث بصاحب الخطأ وبتنزيله ونتيجته، أي تنزيل الخطأ والنتيجة ديالو، وكيعطي الوثيقة وكيقول اللي بغا يجي ياخذها. ما معنى الوثيقة؟ معناه أنك إلا كطعن في هذا الشيء اللي كنقول سير للمحكمة وأنا عندي الوثيقة باش نواجهك. شيء واحد أنا لم أتجرعه في حسبان، وتقزز منه بعض الأصدقاء ديالي اللي كانوا في جانبي في الندوة، وهو الإشادة بموقف السيد القجع من أزمة الرجاء، ونسب إليه تقريبا حل أزمة الرجاء. أنا سابقا قلت أنا ضد شخصنة القضايا وشخصنة المؤسسات. أنا لقي سؤال على السي حسبان: واش السي القجع خلص على الرجاء الديون ديالها؟ ما خلصش. سهل للرجاء باش توصل بالفلوس ديالها، وسهل عن طريق بنود وقوانين كتسمح بها الجامعة. إذن الشكر كان يوجه للجامعة، لمكتب الجامعة، وليس للسيد القجع. بركة من هاد الأمور الصبيانية. ما حنبقاو حنا نعبدو غير واحد السيد، علاش؟ لأنه عنده نفوذ. من بعد الندوة واللي كنظن ربح فيها ربح كبير السي حسبان، واش ربح ولا الخصوم ديالو ضعف منه الله اعلم، انتقلت من الندوة إلى راديو مارس، وأنا في سيارة صديقي مصطفى التكتابي وهو صحفي كان معايا في الندوة. وكنت سعيدا لما انتقلت إلى محطة راديو مارس، لأنني تعرفت على صحفي قادر مقتدر وقدير، صحفي في ذلك الجهاز. هذا الجهاز اللي كنتمناه يتبرأ من الأخطاء ديالو، وهي كثيرة ولا أقول مزمنة، وهو يكتنز بالأخطاء. كنظن فيها بعض الأخطاء المقصودة. علاش؟ باش تبقى واحد اللغة مسيطرة على لغة أخرى بقيادة السي لينو باكو. يبغي الفرنسية تكون متفوقة على العربية في الروبورتاج وفي التنشيط وفي غيرها. واللي ما كيعرف شيء الناس أنا كنعرفهم.
نقول لكم السي كمال كريم هو الصحفي اللي تعرفت عليه المنشط البارح. هذا أول منشط أراه في جهاز راديو يسيطر على أركان التنشيط وأركان جهاز إعلامي، يسيطر على البلاطو، يسيطر على المتدخل، يسيطر على المستمع، ويسيطر على الحقيقة الصارخة، الحقيقة الصارفة. هذا هو الصحفي، من غير يسيطر من غير نهر ولا قهر ولا زعيق. تابعته وأنا مرتاح من احترامه لراحة الناس ولراحة أفكار الناس ولراحة نفسية الناس. تكون المنشط المقلق أخطر ما كاين على أعصاب الإنسان، أو المعلق المقلق. يا أصدقاء، يا أصحاب الأجهزة الراديوفونية والتلفزيونية، اختاروا المعلقين بعناية واختاروا المنشطين بعناية أكبر. علاش المنشطين بعناية أكبر؟ لأن المنشط هو رسول الفهم من الجهاز إلى الناس. وقولوا لغيركم، قالها الحسين الحياني، المنشط هو رسول الفهم الأمين بين الجهاز والناس. سي كمال، سي كريم، حتى لو رفضت انت الصداقة ديالي اللي عرضتها عليك، فأنا سأصونها لك إلى يوم أن تكون مستعدا لقبول صداقتي، لأنك استثناء في واحد الجهاز اللي هو راديو مرس. على كل احنا احتراما لراديو مرس، أنا أقول الحقيقة ولغير راديو مرس. أصدقائي، إلى اللقاء.